الاحتكاك حاجة مهمة جدا ولابد منها. لو ما كانش فيه احتكاك ما كانش زيكو هيعرف يروح بالعربية أي حتة. من غير الاحتكاك ما كانش صاحبه هيقدر يسوق العجلة أصلا. ومن غير الاحتكاك ما كانش زيكو هيعرف يمسك القلم اللي في إيده ويكتب بيه. المسامير والصواميل كانوا هيبقوا زي قلتهم. المنسوجات ما كانش هتقدر تتماسك. وما كانش زيكو هيعرف يعمل عقد في الحبال. من الأمثلة اللي اديناها في الحلقة اللي فاتت يمكن تكون حسيت إن الاحتكاك أكبر من التقسيمة اللي قسمناها مجرد احتكاك سكوني واحتكاك حركي. هو أكيد في أنواع كتيرة مختلفة، ولعلك حسيت إن احتكاك التلفزيون مع الترابيزة بيفرق عن احتكاك العجلة في الأرض. خلينا نوضح الفكرة دي. الاحتكاك ممكن عامة كده نقسمه 4 أنواع. احتكاك سكوني اللي هو الستاتيك فريكشن، اللي قلنا قيمته بتبقى أكبر من الاحتكاك الحركي، وبيكون بين الجسم وسطح لو الاتنين ساكتين ما بيتحركوش. وبعدين عندك احتكاك انزلاقي اللي هو سلايدنج فريكشن، ده لو سطح وحاجة بتتزحلق عليه. وعندك احتكاك التدحرج اللي هو الرولينج فريكشن، يعني مثلا بين عجلة بتدور والسطح اللي هي بتدور عليه، بين عجلة العربية والأسفلت. وده بتبقى قيمته بشكل عام أقل من الاحتكاك الانزلاقي. وده يمكن يفسر لنا ليه زمان الفراعنة وقت بنائهم للأهرامات كانوا بيستخدموا جذوع الخشب المدورة دي الكبيرة وبيحطوا عليها البلوكات التقيلة جدا بتاعة الأهرامات، وبدل ما يجروا البلوكات دي على الأرض. وأخيرا عندنا نوع رابع مختلف خالص من الاحتكاك اسمه احتكاك المواقع Fluid Friction. إيه المواقع دي؟ دي كلمة عامة بتحوي الغازات والسوائل، يعني الهواء، المية، عسل، أي غاز أنت عايز تفكر فيه، دي كلها بنسميها مواقع. والفلويد فريكشن ده بيعمله الهواء مثلا على الأجسام اللي بتتحرك فيه، وممكن برضو نسميه مقاومة الهواء اللي هو الاير ريزيستنس أو الدراج. وفي كمان مقاومة المية، يعني لو غطاس بيعوم في المية برضو هيحس بمقاومة، وغيرهم من السوائل والغازات كلهم عندهم نفس الاحتكاك بتاع المواقع ده. وتأثير احتكاك الهواء ده مهم جدا مثلا في العربيات والطيارات والصواريخ، وبيبقى من أهم العوامل في تصميمها. وبرضو احتكاك الهواء بيأثر مثلا على القافز بالباراشوت، وبيأثر حتى على الراجل اللي مقرفص ده وهو عمال يتزحلق على الجليد، وهو مقرفص علشان يقلل احتكاك الهواء بيه، لأن احتكاك الهواء زي ما قلنا قبل كده بيزيد بزيادة المساحة المعرضة للهواء. يعني مثلا وانت سايق كل ما زودت السرعة كل ما الاحتكاك مع الهواء بيزيد، وبيضيع جزء أكبر من البنزين في مقاومة الهواء. فعلشان يقللوا مساحة العربية المعرضة للهواء كل التصميمات الحديثة بيكون فيها انسيابية كبيرة جدا، وعربيات السباق المتطورة بيكون وشها مواجه الهواء صغير جدا جدا جدا، وشكلها دايما بيبقى مصمم بطريقة ذكية علشان يقلل الاحتكاك مع الهواء. وانت طالما انت سايق كل ما سرعت ممكن 20 أو حتى 30% من البنزين يستهلك بس في مقاومة الهواء، مش في أي حاجة تانية. بالرغم من طبيعته المعقدة شوية، ممكن تلخيص قوانين الاحتكاك بين أي جسمين أو سطحين صلبين تقريبا كالآتي. أولا تتناسب قوة الاحتكاك بين السطحين مع القوة الضاغطة العمودية ما بينهم. ثانيا قوة الاحتكاك ما بتعتمدش على مساحة السطحين المتماسين، ودي قد تكون خاصية غريبة جدا ولكنها حقيقية. وثالثا بالنسبة للاحتكاك الانزلاقي غالبا قوة الاحتكاك الانزلاقي ما بتعتمدش على سرعة الانزلاق، ودي كلها قواعد نموذجية وإن كان ليها بعض الاستثناءات. عايزينك بقى تبعت لنا انت تجربتك مع الاحتكاك. فاكر آخر مرة اتزحلقت فيها امتى؟ فاكر نوع الأرضية بالظبط اللي اتزحلقت عليها والجزمة اللي كنت لابسها؟ يمكن مثلا كان في حاجة مدلوقة على الأرض زيت ولا صابون عشان كده اتزحلقت. طب ولا الاحتكاك ساعتها ما كانش احتكاك انزلاقي وكان احتكاك تدحرج؟ في نهاية موضوعنا بتاع لكل فعل رد فعل، وبعد ما اتكلمنا كتير عن القوة، منها قوة كانت عمودية وقوة تانية كانت أفقية، لازم انك تتعود وتعرف ازاي ترسم القوة دي كلها على أي جسم، وترسم مخطط الجسم الحر اللي هو free body diagram، وتعرف يعني ايه توازن ما بين القوى الكتير اللي اتكلمنا عليها زي الوزن والقوة العمودية والاحتكاك وغيرهم. الرسم ده بسيط جدا، كل اللي بيعمله انه بيجمع كل القوى اللي بتتصرف على الجسم. لو عايز تعرف ازاي ترسمه خش على الرابط ده بتاع خان اكاديمي هيوضح لك الموضوع بشكل اكبر. وعلى فكرة مش كل سطح بيتحرك عليه الجسم هيبقى عدل، ممكن يكون مايل. وكمان مش كل قوة بتزق الصندوق ده مثلا هتكون بتزقه في اتجاه موازي للأرض. يعني أكيد مثلا وأنت بتشد الصندوق ده بالحبل هتشده من فوق من مستوى طولك، مش هتشده من مستوى الصندوق نفسه. في الحالات دي القوة على الجسم مش كلها بتبقى في اتجاه الجسم أو عمودية عليه، ولكن بتبقى مايلة عليه. وساعتها بنضطر نوحد الموضوع
ونحلل القوة دي كلها في اتجاهات يا إما عمودية يا إما مع الجسم، وكل ده علشان نعرف ندرس الموضوع ونعرف نحلله بشكل مستفيض. إن شاء الله استنونا في الحلقة الجاية نتكلم فيها عن المقذوفات، يعني لو خدت كورة كده ورميتها لواحد صاحبك بعيد إيه مسارها وبتعمل إيه بالظبط. أشوفكم إن شاء الله.